بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. بفضل الله عز وجل نقدم على قناتنا النماذج والأفاضل يتعلم منهم الشباب وطلبة العلم، ومفيش نماذج أعلى ولا أفضل ولا أحسن نجد تقديمها أفضل من أهل العلم. بارك الله فيهم ورفع قدرهم، وشيخنا ربنا يرفع قدره فضيلة الشيخ مصطفى العدوي، أسأل الله عز وجل أن يبارك في عمره. وله سمت يتفرد به سمت الهدوء وسمت السنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وملازمة ذكر الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم. فيا مرحبا يا شيخنا، نسعد بيك. الله يحفظ حضرتك ويرفع صدرك. الله يكرم حضرتك. اسمك لا ينسى دكتور غرام. الله يحفظك شيخ. الله يزيدك سمت إيمان وخلق الحديث. عايزين شيخنا نقول لطلب العلم ازاي كانت بداية حضرتك في طلب العلم، الدافع وايه كانت البداية وبدأت بإيه وبدأت ازاي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فمرحبا بك يا دكتور غرام، واهلا وسهلا، وجزاك الله خيرا، وجزاك الله خيرا على حسن ظنك بنا. نحن الا اخوه، نصيب ونخطئ ونجهل ونعلم. نسال الله سبحانه وتعالى ان يستر علينا وعليكم في الدنيا والاخره. اللهم امين. في الحقيقه البدايه بصوره مختصره. أنا كنت طالب كسائر الطلبة، رأيت أمري الحمد لله ما من الله علينا به من حبنا لديننا، فكما يسير كثير من الناس في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. حفظت القرآن في سن كام يا شيخنا؟ والله حفظت القرآن، لكن لا أستطيع أن أقول أتقنته إتقانا تاما إلا بعد التخرج من الجامعة. ما شاء الله. صرفت بالإتقان الزائد، أما في ثنايا الدراسة فكنت أحفظ صورا، لكن الإتقان بعد التخرج من الجامعة. حضرتك كنت خريج يا شيخنا أصلا؟ أنا خريج كلية الهندسة جامعة المنصورة. ما شاء الله. أول بداية حفظ طلب إيه يا شيخنا بعد القرآن الكريم؟ ما كان اسمع لي، يعني كان الأمر في بدايته بحب ديننا. ما شاء الله. لما خرج أو لما من الله سبحانه وتعالى على المسلمين بزوال حكم الاشتراكية من مصر، بدأ الانفتاح الديني. كنا طلبة في الجامعة نحب ديننا، فبدأ الناس يدخلون في الثانوي، بدأت الجامعات تنتشر بعد زوال الحكم الاشتراكي في عهد أن تعلمون. بدأت كل جماعة تدعو إلى فكرها، فرأيت أن أنجى بعد سماع الجماعات والاتجاهات والأفكار أن النجاة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن الحمد لله كنت أحفظه وأقرأ بعض تفسيره، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعلم أن منها الصحيح ومنها الضعيف. فالصحيح نعلم ابتداء أن البخاري ومسلم صحيح، أقرأ في البخاري ومسلم. سنة في سائر الكتب نحتاج إلى عالم يعلمنا حتى الصحيح من الضعيف. ما كان حاجة اسمها يعني أنا أطلب علم، أنا أريد أقيم ديني، ليس لي هذا كان القصد إنما أكون شيخ ولا أعرف شيء في هذا الاتجاه أبدا، إنما أريد أن أقيم ديني. فتمهلت حتى انتهيت من الدراسة الجامعية، وكانت أثناء الدراسة تنزل نشرات للشيخ ناصر الألباني 100 حديث رحمة الله رحمة واسعة، رحمه الله رحمة واسعة، 100 حديث من السلاسل كانت تظهر في مذكرات، فكنا نصورها ونقرأ منها ونشتريها ونقرأ منها. واحتاجنا إلى عالم يعلمنا كيف نصحح الأحاديث الضعيفة، لأننا متعبد بالقرآن وبالسنة. فبعد أن تخرجت من الكلية كلية الهندسة عام 1977 قضيت سنة في الجيش المصري، وبعدها فور خروجي من الجيش ذهبت للسعودية للعمل والعلم، أقضي بعض الديون علي. شغال بالهندسة يا شيخ؟ لا، ما اشتغلتش في أي شغلة. كنت اشتغلت أي شغل؟ أي شيء يقابلني. فجئت في سنة 1399 وكنت
كنت في مكة والتقيت ببعض الأفاضل كانوا طلبة أيامها أيضا، في منهم أذكر منهم الشيخ ياسر برهاني وغيرهم. فكنا نحضر بعض دروس العلم للشيخ عبد العزيز بن باز في مسجد صغير له في مكان اسمه شيشة في مكة. فكان له من أحد الدروس درس في الحديث، درس في البخاري، فرأيته يتكلم عن الرجال، فقلنا هذا الكلام كلام طيب، لكن الجرعات التي نأخذها منه غير كافية. فكان معي بعض إخواني من طلبة الجامعات، سواء كان من الإسكندرية أو من أهل المنصورة عدد، وأنا كنت نهاية الدراسة قلت يا جماعة هذه الجرعات طيبة لكن غير كافية، فسنذهب إلى عالم يعلمنا كيف نصحح الأحاديث وكيف نضعفها لتتعبد الله بالسبب الصحيح. فقالوا لنا في 3 علماء في هذا الباب، الشيخ ناصر الألباني رحمة الله عليه، والشيخ مقبل، والشيخ بديع الزمان السندي. الشيخ ناصر كان أشهرهم، لكن كان مبعد عن المملكة وذهب إلى سوريا ويطارد في سوريا العلويين وانتهى إلى لبنان، ومن لبنان يعني حياته غير مهيئة، الله يجعلنا في الميزان، غير مهيئة لاستقبال طرف ثاني. الشيخ بدأ يستهدف في باكستان، فرأينا الأنسب اليمن. ذهبت لليمن فوجدت في اليمن بغية الشيخ مقبل كان وحيد ما شاء الله، كان وحيد، وإحنا حوالي 3-4 لم يكن معروفا المسلم في اليمن، بل كان يحارب من الشيعة. فجلست معهم من الزمن تقريبا قرابة قد ايه يا شيخ؟ بعد أن قضيت سنة في اليمن لإتمام أعمال تكاليف السفر واللجوء وكذا، جلست معه حوالي 4 سنوات. شرح لكم ايه في هذه الفترة؟ كان هو وحيد، كان مطارد، كان يعني من الشيعة، الشيعة ما كانوش يحبونه أبدا، والبلاد اللي هو فيها كانت شيعية. فلكن الحمد لله بدأ أهل قبيلته وتعامله بالحسنى مع أهل قبيلته يزداد شيئا فشيئا، فكنا حوله 7 أو 8 من الإخوة، وكنا نتدارس التركيز على مصطلح الحديث. كتب معينة شيخنا ولا هو كان يذكر المسائل؟ لا، أصلا هو الحقيقة الكتب وجود العالم في بيننا يوفر عليك أشواط كبيرة جدا. يأثر عمر الزمن. يعني على سبيل المثال أنا كنت أبحث مرة في سنة في مسند الإمام أحمد، كان مكتوب حدثني الحرس، جلست أبحث 3 ساعات ما نعرف أستخرج من الحرس، فكلمت أبا عبد الرحمن أنا عجزت، فضحك وقال يا أبا عبد الله هي الحارس يكتبونها الحرس، ففي ألف صغيرة ركز البصر، فقط في نصف دقيقة طلعت الاسم ترجمة الاسم، فكان يوفر، فكنا ندرس في مصطلح الحديث وفي اللغة. لكن ما كانش في كتب معينة هو يدرسها؟ في مصطلح الحديث كان أشهر كتاب الباعث الحديث للشيخ الشيخ أحمد شاكر، ابن كثير بتاع الشيخ أحمد شاكر، هو يضيف الإضافات. وكان معها أيضا كتاب قطر الندى في النحو. هو برضه الشيخ اللي كان أيوه كان درس قطر الندى والتفسير ابن كثير. مين يا شيخنا غير الشيخ مقبل حضرتك تلقيت على إيده العلم؟ أنا جلست المدة الأكبر أنا ذاهب لغرض معين، الحديث. تمام. فجلست هنالك 4 سنوات، وحصلت ظروف جعلتنا نبقى هناك رغما عنا، وهي أحداث مقتل السادات خلتنا نبقى هناك للأحداث التي لا تخفى عليك ولا تخفى لها. فالحمد لله مع الحديث أتقنت علوم أخرى ما شاء الله رغما فيه. فانتقلت بعد ذلك، رجعت للسعودية مرورا بالسعودية ومصر، فجلست مدة في السعودية، حضرت فيها عدد من الدروس للشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه، والشيخ محمد بن عثيمين كان في بداياته، كان يأتي الحرم مثلا ونحن معه فوق في الحرم أثناء بناء الدور الثاني للحرم. ما شاء الله. يعني يجلس حوله أقصى عدد 10 أشخاص، ما كانش معروف. ما شاء الله. الشيخ محمد، وذهبت القسيم بعض الأوقات. يعني كان بيشرح يا شيخنا أنا ذاك في الفقه ما شاء الله.
ف... لكن في بلده كان يدرس تفسير ودرس أكثر الدروس، لكن كان اللي هو نابغ فيه الشيخ محمد رحمة الله عليه الفقه ما شاء الله. والتأني والتفصيلات التي عرف بها الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. وحضرت عدد من الدروس للشيخ عبد العزيز والشيخ محمد بن عثيمين، بعد ذلك في الحرم بصفة منتظمة ما شاء الله. زمنا. فالحمد لله بعد ذلك رجعت إلى مصر وأسست مسجدا صغيرا بدأنا فيه نشر الدعوة، فتنطلق علينا مشاكل كثيرة جدا في الدعوة. البلدة عندنا مثلا فيها صوفية، فيها إخوان بلد مني تسمنود يا شيخ. أيوة. كان فيها صوفية، فيها إخوان مسلمين، فيها عوام يحتاجون إلى أن يتعلموا، فيها ناصرية، فيها حزب تقدمي اشتراكي، فيها مجاور لنا بلد فيها النصارى. كيف ستواجه وتصطدم؟ ما في حل إلا أنك تتعلم وتعلم الناس بهدوء، تتعلم كتاب بالأخلاق الحسنة، الدعوة. سنة رسول الله، وكيف توصل قال الله قال رسول الله للناس بهدوء، بعيدا عن الاصطدام بالجماعات. الجماعات مشكلة، ترد عليك جماعات من كل اتجاهات، كل واحد يرد فكره. صحيح. لكن اخترنا خطا هو التعلم والتعليم. ما شاء الله. كل يوم نذكر ما الذي استفدته من كتاب الله، ما الآية التي استفدت تفسيرها، ما الحديث الذي استفدت فقهه. ما شاء الله. ما تراجم الرجل شعبة مثلا الراوي في السند، ما حاله ضعيف ولا ثقة، حتى أستطيع أن أواصل مسيرتي في معرفة الحديث الثابت من غيره. ما شاء الله. طبعا في معوقات كثيرة، أحيانا اصطدامات مع المباحث، بس المباحث نقول لهم ظاهرنا كباطننا، تقرأ إيه وقرأ في البخاري ومسلم لسه مجهول بالنسبة لهم فخير. لا معروف، والله طالب بس الوجهة ما فيش فيها تحزبات، لا الجماعة كذا ولا الجماعة الحمد لله. ظاهرك كباطنك، أنت بتقرأ بقرأ في البخاري الشعار كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم عايزين تحاكموا هذا الاتجاه، أنا مستعد له. ربنا يعافينا وإياكم. لكن أنا لست في جماعة، أنا رجل مسلم أحب كل المسلمين، وعلى قدر طاعة الشخص لله ورسوله أحبه وألتقي به. إذا شخص بعد عن الله ورسوله، إن كان لي قدرة على نفعه نفعته، ما لي قدرة على وإلا نفعته هجرته، ابتعدت عنه حتى لا أتضرر. ومشينا على هذا المنوال الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. طبعا في كل هذه الآونة في يعني تعثرات أحيانا وفي صدمات أحيانا، لكن المنجي الذي ينقذنا من كل هذا هو الله سبحانه وتعالى. وما وجدنا ربنا بنا إلا رحيما، ما شاء الله. طب وما وجدنا ربنا بنا إلا كريما وإلا عفوا، والحمد لله. الحمد لله. كان في مشروع شيخنا تعليم الطلبة في مدينة سمنود طبعا، لأن أنا أول ما بدأت هذا الطريق التعليمي وأنا في اليمن، لما تعلمت الحديث قلت أنا أريد أراجع أذكار الصباح والمساء الصحيح. ما شاء الله. فكنا نقرأ لكتاب الشيخ حسن البنا رحمه الله اسمه المأثورات. تمام. فقلت أبدأ أتعلم في هذا الكتاب ما الصحيح وما الضعيف. فوجدت كمية منه ضعيفة، فقلت أكتب لنفسي، أختار الأذكار الصحيحة أجمعها حتى أتعبد الله بها وأعمل بها لنفسي. اتسع المقام بي، قلت أعمل الأذكار من أول ما أستيقظ إلى أن أنام. ما شاء الله. أذكار الركوع، أذكار الدخول، أذكار الجنائز. فصنفت كتابا، ولا كان في ذهني أنه يكون كتاب أبدا، والله أبدا، ورق هكذا، وسميته الصحيح المسلم من أذكار اليوم والليل. ما شاء الله. ده كان أول كتاب لنفسي. ده كان أول كتاب شيخ. أيوة، ما كان في دماغي أنه يكون كتاب. ما شاء الله. إنما أوراق محتفظ بها لنفسي. ما شاء الله. فالشيخ مقبل اطلع عليها، قال يا أبا عبد الله، أنا لي تعليقات على تفسير ابن كثير مع هذا الورق اللي أنت عملته، نرسلهم للطبع. قلت فين ترسلهم؟ أنا مش نطبع ولا أعرف طبع ولا في ذهننا أي طابع كتب، ما شاء الله. ولم تكن هذه الفكرة مروضة لنا أبدا. ما شاء الله. خلى فيها نفع إن شاء الله. وأرسلهم لدار في الكويت كانت اسمها دار الأخ والإرهاق،
نسيت الكتاب ونسيت المهم عندي صورة بتعبد الله بها. ما شاء الله. ذهبت للحج من اليمن للسعودية والتقيت ببعض أهل بلدي في الحج، لأن ممنوع من دخول مصر، مش ممنوع. مش عارف تخش فيها الظروف اللي كانت موجودة. فنادي الناس بيقولوا لي، يقولون لي الوالد يسلم عليك ومبسوط من الكتاب اللي طلعته. اكتبي. فكانت الدار طبعته طبعة فخمة جدا، سبحان الله. ونشرته في السعودية وفي مصر وأنا ما رأيت. ما شاء الله. فالحمد لله نفع الله. سبحان الله. الكتاب ده اسمه صحيح مسلم في الأذكار يوم الليل. ما شاء الله. طبع طبعات كثيرة جدا. صحيح، مشكور. فلما رجعت مصر بدأت أبحث عن بعض الأعمال التي تقوم بها حياتي، يعني تقوم بها حياتي يعني أكتسب منها من الحلال حتى أوصل. صحيح. اشتغلت يا شيخنا أكثر شو مهنة اشتغلت؟ لكن كنت تعلمت في اليمن قصة الزهد. ما في بأس تنام على الأرض عادي، مش مشكلة. ما شاء الله. ما في بأس كنت أتصور إن أنا أجيب صفيحة تمر من مضغوط وشوال دقيق وأكل الخبز. كان تصوري يعني بعد رحلة الزهد التي عشتها في اليمن. عشتها في اليمن. بس هذه جئت مصر مش عارف أطبقها. عشان الأولاد. أشوف شغله. كان لي أخي الصغير كان سجن شوية قصة السداد. وخرج فأثرت على دراسته شوية، بدأ كمل الدراسة وفتح محل تصليح الساعات. وقفت شوية قلت الشيخ ناصر كان يصلح ساعات، شفت شوية لقيت البنات جايين يصلحوا، السلام عليكم. أعتذر عن هذا الموضوع وبدأت أروحهم وآخذ بعض كميات العسل وأنا رايح السعودية أشتري ملابس. ما شاء الله. تتاجر يعني. فاشتغلنا في هذا الأمر. ما شاء الله. وبدأت أصنف كتب والحمد لله. التجارة مع الكتب. بعض الأشياء زي كده الحمد لله مشت. الحمد لله رب العالمين. والعدد بدأ يزداد. ما شاء الله. بس في منهج عدم التصادم قدر الإصلاح. ما في وقت إنك تتصادم صحيح. مع فئات أنت ماشي بخطك العلمي، تبلغ قول الله قول رسول الله، تتعلم وتعلم. ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نضر الله من سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. كذلك قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أهم حاجة إنك تتعلم المسائل تعلم جيد وتبلغها بالحسن بس. إن شاء الله. وشيخنا حاليا تنصح طلبة العلم إيه النهارده؟ الأمور مجالات فكرية إلحادية، فرق، يعني يشتغل بيه كتخصص. يعني هل يعني يبدأ يخش بأنهي باب؟ هل يتخصص؟ أولا الله قال ولقد يسرنا القرآن للذكر كتاب الله. سنة رسول الله سهلة ويسيرة. الأصلان معك. تمام. كتاب وسنة. افترض انك وقت في موضع وتلقي خطبة. انا عندي القرآن في مثلا خطبة بر الوالدين، عندي الآيات في بر الوالدين والأحاديث في بر الوالدين والسلام عليكم وانت أهل وسهلا. فالكتاب والسنة مباركين. يركز الطالب على الكتاب والسنة ويترك القراءة في الكتب الفكرية الكثيرة التي لن تجدي، ولا يشغل نفسه بالأخبار اليومية التي لا تنتهي، ولا يشغل نفسه بالكورة ولا يشغل نفسه بالمسلسلات. ركز كتاب الله ينام. أنت اليوم كم حصلت من الآيات، كم حصلت من الأحاديث، ما العلم الذي يقربك من الله، هل دعوت إلى الله، هل بلغت الذي تعلمه. بس ما يدخل في أي متاهات. أنا أقصد كمشروع دعوي النهارده. الدعوة محتاجة شغل بشكل مرتب يعني. الحاجة النهارده في مصر مثلا شيء مرتب بضوابطه. إذا كنت تقصد بالشيء المرتب تنظيمات وجماعات، لا طبعا لا أقصد. فلا نقصد هذا أبدا، وهذا مضره أكثر من منافعه. أنا أقصد بالتخصص، أقصد بالتخصص إنه يبذل جهد في حاجة. وهو اللي احنا نعمله كتاب الله وسنة رسول الله. من أكبر ما ينتفع به الناس الكتاب والسنة، بس طريقة إخراجهم للناس وطريقة الاستنباط بعد ذلك أقوال العلماء تفيدك.
ربنا يحفظك شيخ. يعني على سبيل المثال مثلا تعلم واحد طريقة التخاطب مع الناس. طريقة التخاطب لها أصولها من الكتاب والسنة. تمام. أنا أذكر عبد الرحمن بالذي فيه الخير، يا تعالى أنت ابن ناس طيبين، تبقى مستند للكلمة. ذرية من حملنا مع نوح، يا أخت هارون، يا أيها الذين آمنوا، فترقق قلوبهم بتذكيرهم بخصال طيبة فيهم. تبشرهم ولد مطيع لله ورسوله، تعالى أبشر أنت إن شاء الله ستوفق بإذن الله، إن الله لا يدعو أجر من أحسن عمل، أنت يا بني تذاكر ومطيع الله ورسوله، أبشر بكل خير، الله لا يضيع أجرك. فالكتاب والسنة اللي وأسهل طريقة. لا تظن أنك بالأسلوب الفصيح دون الكتاب والسنة ستوفق. هو كتاب الله وسنة رسوله، فبأي حديث بعد الله وآياته. جزاكم الله خير شيخنا، ربنا يرفع قدرك ويخدم وأنا وقتك. أحمد الله أن جعل في المسلمين من أمثالك. الله يحفظك شيخنا، جزاك الله ومن خير. دعاء أكثر دعوة كان الرسول يدعو بها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالمسلمون لابد أن يكون لهم تجار أمناء موفقون ليسوا بغشاشين ولا مدلسين، ولا بد أن يكون منهم الأطباء المجدون. وقل هذا في الناس الآن، وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين. فاثبت على طاعة الله وطاعة رسوله ولن تضيع بإذن الله تعالى. جزاك الله خير. ربنا يحفظك وأنت ما زلت متمسك بالسنة في سمتك، حتى سروالك هذا فوق الكعبين. الله ينفع بكم. الله يكرمك، جزاك الله خير. ولا تنسى أن تدعو لنفسك بالتوفيق، لا تنسى تهذيب النفس بالكتاب والسنة أيضا. الذين هم عن اللغو معرضون، إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، إذا مروا باللغو مروا كراما. اذكر ربك كثيرا وسبح الله. لا بد من تقويم النفس وتهذيبها والدعاء إن الله يحفظك ويسلمك، لا بد من هذا. جزاك الله. جزاك الله خير. ربنا يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله.